أفضل وأكثر شخصية اليوم مؤثرة بالأطفال، اسألوا عيالكم راح يعرفونها. أنا ما كنت أعرفها إلا قبل فترة قريبة، يسمونه سبونج بوب. سبونج بوب هذه اسفنجة صارت شخصية كرتونية، أشهر شخصية كرتونية على مستوى العالم يمكن اليوم. ويقال في إحدى المجلات الأمريكية أن أكثر عرض على مدى التاريخ صار لهذه الرسوم المتحركة. سبونج بوب الأصل فيه أنه ولد عنده أولاد ربعة وبنية اسمها ساندي، مجموعة ويعيشون عند شاطئ في جزيرة، وقصص مثل مسلسل. المشكلة أن هذا الولد الأصل فيه أنه ولد، لكن أثناء المسلسل حركاته حركات بنية. حاولوا تفهمون وياي ها. يلبس أحيانا ملابس بنات، حركات وجهه حركات بنات، رموشه رموش بنات، دائما مايع، دائما خجول، دائما بسرعة يبكي ويخاف. ومنو القوي؟ الشخصية القوية اللي في المسلسل ساندي اللي تدافع عنه، البنية. البنية خشنة، البنية عنيفة، البنية تلعب كاراتيه، البنية. تدرون هذا الأمر أكثر شخصية هذه كرتونية عالمية اليوم، حتى أطفالنا احنا الدول الخليجية أكثر أطفالنا يعرفونه على حقائبهم، على دفاترهم، على كتبهم، على ملابسهم. الدنيا كلها صارت سبونج بوب. المشكلة قاعدين يغرسون خلال هذا المسلسل إن الولد مايع ترف صفات بنية، وإن البنت خشنة عنيفة قوية صفات الرجل الولد. تخيلوا عيالنا بعد 10 سنين شلون راح يتقمصون هذه الشخصية. أنا ما أقول التأثير الوحيد بمسلسلات الكرتون، هذا واحد من 1000 أو من آلاف من التأثير الآن الغير ظاهر في أفلام الكرتون ومسلسلات الكرتون اللي قاعدين نشاهدها.